احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا كويسين وبخير ويوم نشاطي من اول وجديد. وتعالوا بقى نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا النهارده عايزه اقول لكم النهارده الخميس. طبعا المطبخ من ساعه العيد، طبعا المطبخ مقلوب يضرب يقلب. عايزين ننضفه قبل الشتاء ما تدخل علينا الشتاء تبقى جامده قوي علينا، ونبقى مش عارفين نعمل اي حاجه خالص. انا ابتديت ان انا بعد ما خلصت التجهيزات النيش وكل حاجه، قلت كمان انظم كمان المطبخ اغسله من فوق فعلا لتحتيه. انا فعلا قلبته حرفيا، قلبت المطبخ خلاص. انا زهقت بجد، قلبت المطبخ خالص. طبعا بقى كان في نمل كتير جدا، فانا قلت لازما الحاجات اللي هي بتبقى زي البقوليات، يعني حاجات زي كده كلها تتحط في الفريزر عشان خاطر تموت اي بيض فيه سوس او اي نمل او اي حاجة زي كده، يموت طبعا، ما يكونش في حاجة زي كده. وبعد كده نحط الحاجة على النظافة. عايزه اقول لكم انا شلت كل حاجه، قلبت الادراج، قلبت المكان بتاع الحلل، قلبت كمان فوق برضو. بصوا انا ما سبتش حاجه. طبعا انا هعمل معاكم المطبخ كله بالكامل، حتى الحيطان هعملها معاكم، لاني بجد انا شايفه لا، انا في الشتاء ممكن ابقى مش قادره اعمل الحاجات دي كلها، لاني طبعا ده يعني مجهود، وكمان ايدك 24 ساعه تبقى في الميه. فانا بامانه ربنا قلت لا، الحاجات ديت لازم اعملها قبل الشتاء. وانا كل سنه بصراحه بعمل كده، الا بقى لما بكون تعبانه ما بقدرش، يعني لما بكون فعلا تعبانه وفي حاجه يعني اللي انا مش قادره اقوم اتحرك واعملها. خلاص والله. فالمهم بقى ان هنا بوريكم، بصوا المنظر عامل ازاي. طبعا كل حاجه فضيتها كلها، حطيتها في البلكونه. طبعا البلكونه دي برضو ليها يوم تاني، عايزه برضو اظبطها فيه معاكم ان شاء الله. عايزه اقول لكم انا جبت احسن حاجه حرفيا للدهون. بجد هتشوفيها معايا في نص الفيديو كده، في اخر الفيديو. بجد حرفيا الحاجة بتاعت الدهون دي يا بنات تحفة تحفة تحفة. يعني لو عندك المطبخ كله مليان دهون ومش قادرة، والدهون الصعبة ديت اللي ما بتطلعش اساسا هتطلع. طبعا في ناس تفضل تقولي يا ام معاذ، ده احنا في مدارس ووقت مدارس، وازاي احنا اليوم الخميس بتاعنا بنبقى خلاص العيال جاية من المدارس، وانا بصراحة ببقى عايزة مثلا انام، عايزة اريح نفسي شوية، عايزه الكلام ده كله. اقوم اروق واقوم اغسل واقوم اقول لها قومي اعملي دلوقتي. كده كده بكره الجمعه بيبقى طبعا اجازه ليكي وللعيال الحمد لله وكل حاجه، لان احنا برضو بناخد اجازه من العيال. يعني العيال بتروح مدارس، احنا ما بنروح مدارس معاهم. العيال بتاخد اجازة، احنا كمان بناخد اجازة معاهم. طبعا كل ام بتبقى زي بالظبط عيالها على طول بتروح المدارس وبتاع، فهي بتبقى زي بالظبط، فبتبقى حاسة او انا ببقى حاسة بيها ان احنا عندنا الاجازة ديت معاهم، احنا بناخد اجازة معاهم، لان احنا بنذاكر وبننزل وبنروح وبنجيبهم، وبكل حاجة مهتمين بكل حاجة طبعا معاهم. المهم انا هنا حطيت شوية اريال وشوية صابون اللي هو عادي دوت، اللي هو اسمه دوت اللي هو بتاع المواعين العادي. حلو. والسلكة انا عندي سلكة هنا يعني تبقى خشنة، مش عايزانا ولا ناعمة قوي ولا خشنة قوي، اللي هي متوسطة. ومسكت طبعا، بصوا بقى دعكته من فوق لتحت. بصوا انا هنا عملت اول حتة دي معاكم. طبعا هو كان فعلا حرفيا كله دهون. طبعا من بعد العيد احنا ما بنعملش حاجة، ما بننضفش، ما بنعملش اي حاجة غير يا دوبك حاجات بسيطة قوي كده، يعني نمسح الرخامة، حتة درج في الاول لو توسخ حاجة وقعت فيه بنظبطه. لكن لا، انا جيت الحق بقى قلت لا انا مش هسكت. طبعا في سوس، في نمل، لا انا اقوم. انا كمان ما بحبش الكلام ده، يعني لما بيكون عندي اي حاجة فيها سوس وبالذات الدقيق، بضطر ان انا اقوم اظبطه. طبعا انخله الاول وبعد كده احطه في التلاجة في الفريزر، مش هيجراله اي حاجة خالص. تحطيه في الكيس وفي كيس تاني وتحطيه في الفريزر،
يا دوبك لو في اي بيت سوس فعلا بيموت. عندك رز، عندك اي حاجة اي حاجة في المطبخ فيها سوس فيها كلام ده، حطيه في الفريزر، هيموت بيض السوس اساسا ويموت كل الحاجات دي. وبعد كده تطلعي لما انتي عاوزة منه حاجة، هتاخدي مثلا على قد الاحتياج بتاعك، هتاخدي مثلا كوبايتين 3 كوبايات رز زي ما انتي هتاخدي، هتلاقي الصوص نفسه عن فوق خلاص، انتي رميتيه مع المية، هتقلبيه كمان تقليبة وشكرا على كده، مش هتلاقي فيه اي حاجة تاني لانه هو خلاص حرفيا مات. انا هنا بقى قلت كمان ادعك الحتة بتاعت الحيطة دي كلها كده واظبطها. وفعلا عايزة اقول لكم يا جماعة والله، انا لما بعمل حاجة برتاح. يعني انا لما بعمل حاجة وادخل اشوف حاجتي نظيفة ومتروقة ومية فل و14، انا برتاح، بحس ان راحة نفسية كده في البيت، بحس ان انا مرتاحة. يعني انا ما بحبش مكان مكركب، ما بحبش مكان في حاجة، وبالذات انا لما بلاقي نمل يسجد في الشقة ولا في اي حتة انا بتضايق، بتلاقيني لا اقوم اضرب الشقة ديت اقلبها ومن فوقها لتحتيها وامسح واعمل. في ناس تفضل تقول لي يا ام معاذ طب ما تحط لهم عجينه، يا ام معاذ ده فيه رش. والله يا اختي بصي، رش عجينه يعني سبحان الله، الواحد مهما ما يعمل بيلاقيه برضو. في ناس بتقولك النمل كتير بيبقى حسد، بس يا اختي مش عارفه يحسدوني على ايه. في ناس بتقول ده النمل في المطبخ حسد للزوجه وللبنت. ولو في اوضه النوم بيبقى حسد ما بين الزوجين. وفيها ناس بتقول، يعني انا بسمع الشيوخ هي بصراحة اللي بتقول الكلام ده، بس طبعا ايه يعني، الله اعلم اعلم هل يا ترى الكلام ده حقيقي صحيح مش صحيح، انا معرفش. و فانا بقول الله اعلم، هل يا ترى ده حسد ولا مش حسد، انا برضو معرفش، لان انا هنا بصراحة ما اقدرش افتي في حاجة انا مش فاهمة فيها. حلو، بس انا بسمع شيوخ بتقول الكلام ده. وعايزه اقول لكم على حاجه، انا عندي النمل بيبقى ما فيش حاجه اساسا يجي عليها بتلاقيه موجود. يعني تلاقيه ماشي كده على الحيطه كتير صف كده، تحس ان هم ايه، جيش كده ورا بعض. بس هل يا اختي والله ما شايلين حاجه ولا عاملين اي حاجه لحسن مثلا حد ما، يعني مثلا ايه، هم ممكن يجوا على حشره، ما هم فيش حشره. طيب يجوا على سكر، انا ما عندي، انا عندي السكر بصوا بحافظ عليه زي نين عيني والله العظيم. بس الله اعلم هل يا ترى ده ايه، انا ما اعرفش. انا عندي النمل كتير بطريقه رهيبه، بدرجه اللي هو بيخش كمان في الرز، سبحان الله. طب الرز ماله يعني، ده رز ما فيهوش حاجه. فسبحان الله، انا بجد والله احترت واتخنقت، مبقتش عارفه اعمل اي حاجه خالص. بس يلا الحمد لله. طبعا قلت لا بقى ما بديهاش، مهما ما انضف مهما ما اعمل بتلاقي برضو نمل. فقمت بصراحة بقى ايه، مسكت بقى المطبخ كده من فوق لتحتيه زي ما انتوا شايفين. طبعا انا هنا بقى جبت الباور، الباور والتاتش احسن حاجة تزيل الدهون. بصوا حتى على الحيطة، على الحيطة شايفين بتاعت الوزرة دي، شايفين كمية الدهون اللي نازلة؟ ايوه اللي انا بدعكها دي كمية دهون، واقسم بالله العظيم دهون كتير جدا. طبعا المطبخ لما بيكون مكتوم والشفاط لما بيكون ما بيطلعش الدهون كويس، فتلاقي الدهون كلها بتتجمع عندك، اللم على الحيطة، اللم على الماسورة بتاعة الغاز، الكلام ده كله. طبعا انا هنا بقى شايفين انا بعمل ايه. طبعا انا هنا بجد حرفيا طلع عيني. شايفين ده انا جايبه تاتش. في بصي، ملقتيش تاتش هاتي باور، ملقتيش باور هاتي تاتش، هو حاجتين دول بالذات حلوين للبوتاجازات. بس اهم حاجه ان انتي ما تتنفسيش ريحتهم، لان ريحتهم رهيبه. يعني لما تبقي لابسه كمامه، اللي اما اعملي اي حاجه، يعني اعملي اي حاجه، المهم ان انتي ما تتنفسيش ريحتهم. انا بصراحه لما ما بعملش الفيديو ببقى حاطه حته قماشه على وشي، بالذات على المنطقه بتاعت مناخيري وبقي دي، لان انا من النوع اللي انا صدري تعبني اساسا.
وكل شوية كنت اسيب النظام ده المطبخ واطلع اتنفس بره وارجع تاني. وانا كده كنت ابتديت خلاص خلصت.